خلاص خلص اجمد واعظم كاس عالم، وعلى عكس كل كؤوس العالم اللي اتفرجنا عليها قبل كده مش محتاجين نستنى شهر ولا اتنين لغايه ما الدوريات الكبيره ترجع. كل اللي استنيناه هو اسبوع وهنرجع تاني للهرس والحماس بتاع الدوري الانجليزي. اول حاجه ممكن تبقى مثيره للجدل شويه، على قد ما كاس العالم بطوله كلنا بنموت فيها وبنستناها فعلا كل 4 سنين، بس ده علشان حماسها والدراما واللمه اللي بتحصل وقت كاس العالم. ولكن البطولات الأوروبية للأندية بصراحة من ناحية التكتيك، الخطط، القوة والمنافسة أقوى بكتير من أي بطولة منتخبات. اللي فيكم لسه موجود وما قفلش الفيديو يلا نخش على الحلقة. كل الكلام قبل ما كأس العالم يبدأ كان على قد إيه وجود البطولة في الشتاء في التوقيت ده والمواسم الكروية شغالة هيأثر على اللعيبة. بس بصراحة اللي شفناه إن توقيت كأس العالم ده واللعيبة وهي في أعلى فورمة ليها وفي أعلى لياقة ليها، ده كان واحد من أهم الأسباب اللي خلت البطولة تظهر بالقوة اللي شفناها دي. وده على عكس بطولات الصيف اللي هي بتيجي بعد موسم طويل قوي للعيبة اللي ممكن بيؤدي لإرهاق وتعب ويخلي المستويات شوية أقل. ولكن اللي عايز أتكلم عنه بقى في الحلقة بتاعت النهاردة هو الناحية التانية من الموضوع ده. وجود كأس العالم في وسط الدوري ووقف الدوري لمدة 6 أسابيع هيأثر إزاي على الأندية في المرحلة اللي جاية. لو جينا بصينا بصة سريعة كده الأول على كل الدوريات الأوروبية هنلاقي إن طبعا الدوري الإنجليزي هو أكتر دوري أنديته اتمثلت في كأس العالم. ال20 نادي بعتوا لعيبة لكأس العالم ولعبتهم لعبت 28,000 دقيقة. عدد الدقايق ده ضعف الدوري الأسباني في المركز الثاني، كلهم على بعض لعبوا 14,000 دقيقة بس. الدوري الألماني اللي عنده 16 نادي بعت لعيبة لكأس العالم لعبته لعبة 12,000 دقيقة. الدوري الطلياني بقى برغم عدم وصول إيطاليا لكأس العالم ولكن اللعيبة اللي بتلعب في الدوري الطلياني لعبوا 11,000 دقيقة. وبيجي في الآخر الدوري الفرنساوي اللي بالرغم من إن 19 نادي فيه تمثل في كأس العالم هو أقل دوري من الدوريات الكبيرة الأوروبية اللي لعبته لعبة دقايق ولعبته لعبة 9,000 دقيقة بس. فمن الأرقام دي واضح جدا إن أكتر دوري ممكن يتأثر بوجود كاس العالم في التوقيت اللي حصل فيه ده هو الدوري الانجليزي. ولو قلنا ان يمكن ده ما يفرقش خالص في الدوري نفسه هيمشي ازاي، ولكن ممكن يفرق جدا في الانديه الانجليزيه هتعمل ايه في البطولات الاوروبيه سواء بطوله ابطال الدوري ولا اليوروبا ليج. فتعالوا نغوط شويه اكتر ونبص على الانديه الانجليزيه ونشوف مين فيهم هيتاثر بكاس العالم ومين مش هيفرق معاه خالص. اكتر نادي في دوري انجلترا بعت لعيبه لكاس العالم هو مانشستر سيتي. طبعا بعتوا 16 لعيبه وهو اكتر نادي لعبته لعبه دقائق في كاس العالم ولعبته لعبه 4500 دقيقه. ولكن بالرغم من الارقام الكبيره دي فبصراحه ما تهيأليش سيتي هيتاثر كتير في الدوري، لان لو جينا بصينا هنلاقي ان بصراحه حاجه كانت غريبه جدا، معظم لعيبه سيتي لعبت سيء جدا في كاس العالم. يعني لو جينا بصينا مثلا على كيفن دي بروين، ده أسوأ مستوى عمري شفته في حياتي لكيفن دي بروين في أي بطولة، ويمكن أسوأ من لما كان في تشيلسي. حتى لو جينا بصينا هنلاقي إن اتنين لعيبة تقال جدا زي جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا ما نفتكر لهمش حاجة خالص عملوها عدلة مع منتخب البرتغال، وما عندهمش ولا لعيب وصل لنص النهائي، يعني ولا لعيب لعب ال7 ماتشات إلا لاعب واحد بس، وهو طبعا جوليان ألفاريز اللي كسب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين. ده اللعيب الوحيد اللي مش هيبقى جاهز لمانشستر سيتي لما يرجعوا الدوري تاني، ولكن بصراحة مش هيفرق معاهم خالص لأن اللعيب اللي بيلعب مكانه هو إيرلينج هالاند. هالاند اللي بقالنا 6 أسابيع كده ما بنجيبش سيرته خالص بعد ما كنا ما بنبطلش كلام عليه خالص. هالاند بقاله 6 أسابيع مريح وبيحضر نفسه وهينزل لنا يولع الدنيا، وربنا يكون في عون كل مدافعين الدوري الإنجليزي. نروح بقى الارسنال اللي هو اول الدوري، ولو كنا نسينا بدأ الدوري بسادس احسن بدايه لاي فريق في تاريخ دوري انجلترا. ارسنال اول الدوري بفارق 5 نقط عن مانشستر سيتي، ولو جينا بصينا على ترتيب الدوري هنلاقي ان ده اكبر فارق بين اي فرقتين ورا بعض في ترتيب الدوري في كل ال20 فرقه. ارسنال بعت 11 لعيب لكاس العالم ولعبته لعبه 1700 دقيقه بس، وارسنال زيه زي سيتي ما كانش عنده ولا لعيب عدى دور الثمانيه الا لاعب واحد بس هو ويليام ساليبا في منتخب فرنسا، وفي طول البطوله ما لعبش غير 30 دقيقه. اوحش حاجه بقى حصلت لارسنال في كاس العالم هو اصابه جابرييل جيزس وخضوعه لعمليه جراحيه في ركبته هتبعده عن الملاعب اكتر من شهرين. ارسنال البدايه الرائعه اللي بدأ بيها الدوري دي كانت مبنيه بشكل كبير جدا على مستوى جابرييل جيزس والحاجات اللي بيعملها في كل حته في الملعب،
ولكن ارسنال كده هيضطر انه في الفتره الجايه يعتمد على المهاجم الوحيد اللي باقي له في الفرقه وهو ايدين كاتيا. بصراحه ايدين كاتيا في الموسم اللي فات لعب اخر 8 ماتشات كاساسي وجاب فيهم 6 جوان، ودي مش ارقام وحشه خالص، ولكن ايدين كاتيا ما عندوش نقاط القوه الكتير جدا اللي عند لاعب زي جابرييل جيسوس. فبصراحه حتى لو ارسنال اشترى مهاجم تاني في موسم الانتقالات في يناير، اتوقع ان نتائجه هتتاثر جدا الفتره الجايه بغياب لاعب زي جابرييل جيسوس. ليفربول بقى غلبان خالص، بعت 7 لعيبه بس ولعبوا 1600 دقيقه ومعظمهم كان اليسون. فوق ده كمان بقى ليفربول عنده ميزه كبيره جدا، ان محمد صلاح زيه زي هالاند كده قاعد ومريح ومحضر نفسه عشان يفوق لنا. وبصراحه اتوقع ان ليفربول هيبقى اكتر فرقه هتستفيد من التوقف اللي حصل في الدوري ده، لان بعد بدايه سيئه جدا لليفربول من بدايه الدوري لغايه ما كاس العالم بدا، كان محتاج فتره توقف زي دي يبقى كانه بري سيزون جديد، يعيد حساباته يورجن كلوب ويعيد تاهيل لعيبته ويبداوا مرحله جديده. بصراحه اتوقع ان هتبقى نتائجهم احسن بمراحل من اللي فات قبل كده. توتنهام بقى ومانشستر يونايتد قريبين جدا من بعض في تاثير كاس العالم عليهم. مانشستر يونايتد بعت 14 لعيب لكاس العالم وتوتنهام بعت 11، ولكن الاثنين لعيبتهم لعبت 3000 دقيقه في البطوله. الحاجه الثانيه الاثنين بيشتركوا فيها ان على عكس الفرق اللي اتكلمت عليها قبل كده، توتنهام كان عنده 3 لعيبه وصلوا لنص النهائي، يعني لعبوا ال7 ماتشات: ايفان باريسيتش لكرواتيا، لوريس لفرنسا، وكريستيان روميرو للارجنتين. مانشستر يونايتد على الناحيه الثانيه عنده 2 لعيبه وصلوا للنهائي: رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز. لو هيجي اتكلم على لوريس وفاران اللي خسروا كاس العالم وخسروا بالطريقه دي، هل نفسيا هيبقوا قادرين يرجعوا يقدموا مستوى عالي، ولا اللي حصل في البطوله ده هيأثر عليهم وهيرجعوا باداء سيء لانديتهم؟ وعلى الناحيه الثانيه الاثنين اللي كسبوا كاس العالم بقى كريستيان روميرو لتوتنهام وليساندرو مارتينيز، لعيبه كتير جدا بعد ما كانت بتكسب كاس العالم كانت بتطلع وتتكلم على قد ايه انها خدتها وقت، ساعات بيوصل ل6 شهور، ان هم يعرفوا يرجعوا يحفزوا نفسهم تاني عشان يلعبوا كويس او عشان يلعبوا كوره اصلا. بيرمر ساكر لاعب المانيا بعد ما كسب كاس العالم في 2014 طلع واتكلم ان ما كانش عنده نفس خالص يلعب كوره تاني. فهل حاجه زي دي هتاثر على اللعيبه بتاعتهم؟ لما كاس العالم كان بيتلعب في الصيف كان بيبقى لسه عنده شهرين على بال ما يرجع يلعب تاني، ولكنه يرجع بعديها باسبوع ولا 10 ايام، هل سيكولوجيا هيبقى جاهز؟ المشكله الاكبر بقى لمانشستر يونايتد ان سواء فاران او ليساندرو مارتينيز الاثنين هم قلبي الدفاع الاساسيين للفرقه، واكيد مانشستر يونايتد في الفتره الجايه اللي فيها ماتشات كتير ورا بعض مش هيبدا بيهم، وهنشوف خط دفاع مكون من فيكتور ليندلوف وهاري ماجواير. صراحه لو هاري ماجواير اللي شفناه مع انجلترا في كاس العالم ممكن ما تبقاش مشكله، بس ايه اللي هيحصل لو اللي ظهر لنا هاري ماجواير اللي احنا عارفينه؟ تشيلسي بقى مع انه بعت 12 لعيب لكاس العالم فهم 2 لعيبه اللي طولوا وقعدوا ال7 ماتشات: كوفاتشيتش مع منتخب كرواتيا وحكيم زياش مع طبعا المنتخب المعجزه منتخب المغرب. حكيم زياش في البطوله دي اعاد اكتشاف نفسه بصراحه من غير زعل، من يوم ما راح تشيلسي وهو مستواه متذبذب وعموما بيكون سيء جدا، لكن مستوى زياش في البطوله دي فكرنا بمستوياته العاليه جدا من ايام ما كان في اياكس. فهل بعد مستوى زي ده حكيم زياش هيرجع ويقدم المستويات دي مع تشيلسي؟ لانه بصراحه لو عمل كده انا هعتبره كانه صفقه جديده رائعه لتشيلسي وهيفرق جدا في نتائجها اللي كانت متذبذبه من بدايه الدوري. ولكن لو البطوله دي زي دي حسسته ان هو في فريق تاني عرف يقدم مستويات عاليه والفريق اللي هو اصلا فيه ما بيعرفش يقدم فيه المستويات دي، ممكن جدا اتوقع انه يحاول يتنقل لنادي تاني في يناير. في اخر الحلقه بس عايز اقول ان بصراحه كنت افتكر ان انا ابقى كده خلاص بعد كاس عالم زي ده اكون شبعان كوره ومش عايز اتفرج على ماتشات تاني، ولكن مع كل يوم بيعدي بيرجع لي حماس الدوري تاني. فيلا نشوف ايه اللي هيحصل في اعظم دوري بعد اعظم كاس عالم، واشوفكم الحلقه الجايه.